يا يما وين الزمن وداني، كنا بسوريا صرنا بعجماني. يا برشا جسر القرهود مردفوي انتو دبي. ضمن شبكة البرامج الرمضانية هذا العام والتي ستضم عددا من أضخم الأعمال العربية الدرامية والكوميدية وأكثرها ترقبا خلال هذا الموسم، الجزء الثاني من مسلسل أبو جانتي من بطولة الممثل السوري سامر المصري، والذي كان قد نال نسبة مشاهدة عالية في رمضان عام 2010. وفي هذا الإطار دعت الشركة المنتجة للعمل إلى مؤتمر صحفي لإطلاق مسلسل أبو جانتي في دبي بحضور أسرة العمل، بعد أن ينتقل خلاله البطل دراميا للعمل في دبي عبر رؤية إخراجية للسوري عمار رضوان ونص الكاتب حازم سليمان. هذا الجزء تعاملت مع كاتب يعني الأستاذ حازم سليمان، واللي فعلا كتب شيء رائع جدا. طبعا ما بيمنع انه كنا نتناقش نحن بكل التفاصيل ونعدل بعض الشغلات يعني، بس انا اخذت نص فعلا شبه جاهز يعني، في نفس الروح اهم شيء، في الحفاظ على الشخصيات، على روح شخصيه ابو جانتي، وهي شخصيه اشكاليه يعني، هي شخصيه انبنت بالجزء الاول رغم النص، بس انبنت على كم هائل من الارتجال. الان الانتقال في دبي هو توسيع هذا النطاق لمدى اوسع انا بتقديري، على مستوى الدراما ومستوى الجغرافيا. الآن يعني أنا بشوف يعني البطل الآخر في هذا العمل إضافة لأبو جانتي سائق التاكسي هو المناخ هذا بيعني انه مو فقط الجغرافيا انه في دبي فقط، ومجموعه الشرائح الاجتماعيه. نحن بنعرف انه دبي بتحوي كل جنسيات العالم. طب شو بدي اعمل انا؟ بضلني هيك عم بصفهم بالحيطان وحاطط ايدي على خدي وقاعد؟ لا يا ابو جانتي، ليش انا رفيقك؟ ليش انا موجود هون بدبي؟ شو يعرفني؟ انا بدي اجيب لك اياها للسياره. بس انت تاكد انك تعرف ملامحه للزلمه. بعرف ملامحه، قلت لك شكله كله مليون بالمية. قوم امشي معي، قوم امشي. لوين؟ شو بعرفني؟ لا انا عم اقول لك لوين؟ طب انت قلت لي امشي لوين؟ بعرف بقول لك امشي، بس ذكرني لوين؟ امشي يا زلمه، امشي. ينتقل أبو جانتي إذن في هذا الجزء من سوريا إلى دولة الإمارات، فيتغير جزءا كبيرا من حياته ويصبح لديه محيطا جديدا وطبيعة زبائن وركاب مختلفة. هو عمل يحمل نفس الروح، نفس الطابع، لا زالت روح العمل نفسه اللي حبوها الناس، زائد اللي اختلف هو مجموعة قصص جديدة، ورطات جديدة لأبو جانتي ببلد جديدة بعوالم جديدة. أنا دوري نفسه عماد اللي كان بالجزء الأولاني، هو بسوريا. أنا صورت بسوريا كمان جزء من شغلي. بيضل يدور على بيت أبو جانتي بعد ما يطلع من السجن لحد ما يلاقي، لأنه هن بيكونوا مغيرين المحل، محل إقامتهم بسوريا. بدال بيتهم القديم بيكونوا أخذ لهم شقة. فلما بيلاقيهم بيتروحن شوي يعني، بيصير هيك لانه هو وضعه كتير مأساوي، فبحنوا عليه يعني من هالمبدأ. بتحكي امه لابو جانتي، بتحكي معه على دبي، بتقول له هذا رفيقك عماد كتير وضعه تعبان، يا ريت تلاقي له شي شغله بدبي. فبيجي على دبي ويعني شخصيه عماد يعني فايت بالحيط. شغلتك هي شغلتك انت؟ شغلتين عم ظبط الصوت عم طاوله، وبعدين ليش لابس هاللبس انت؟ شو لك بهاللبس؟ هذا مشان بس الناس بتطلع فينا الزبائن يعني، هي فوت اشلح بهاللبس. تجدر الإشارة أن الممثل سامر المصري أشرف بنفسه على اختيار الممثلين، هو الذي يشارك أيضا بكتابة الجزء الثاني ويحرص على مشاركة وجوه جديدة في هذا العمل، إضافة إلى ممثلين من سوريا، مصر، لبنان والإمارات. كل الممثلين اللي عم يجوا حابين الجزء الأول كتير، حابين يشاركوا فيه، حابين الروح وهذا الجو اللي بيحكي عنه المسلسل، فكله عم يجي مندمج، عم يدخل بالحالة يعني كأنه فعلا ممثلين معنا بأجزاء من قبل، في جو من الألفة والمحبة. دوري شخصية خالد المواطن اللي يجيب سامر المصري على أساس أنه شوفير يشتغل ويوقف مع الشخصية الإيجابية اللي في الإمارات، اللي تحب تتعامل مع جميع الجنسيات بشكل حبي بشكل طيب. أنا داري وداري وانت داري. Not allowed to smoke, I told you, you smoke. Yes, she smoke.